فيلمنا بيبدأ مع أسطورة قديمة من أساطير عالم الفايكنجز، والأسطورة دي بتقول إن في سنة 1050 كان في قائد من قادة الفايكنجز اسمه جود براند، أخد 20 سفينة وحاول يغزو منطقة اسمها نورماندي. ولما وصلوا هناك اكتشفوا غرفة سرية في دير كبير، وظهر راهب من الرهبان وكان بيتوسل لجود براند إنه ما يدخلش الأوضة دي، إلا إن جود براند قتله وأصر يدخل الأوضة. لكن لما دخلوها ما لقوش الذهب والفضة اللي كانوا متوقعين وجودهم. كل اللي لقوه مجرد كلب صغير كان شكله غريب، كان فيه شبه من الذئاب. جود براند عجبه الكلب وقرر يرجع بيه، ولكن لحد ما وصلوا كان كل الركاب في ال20 سفينة ماتوا، والكلب ده وصل الشاطئ ودخل غابة من الغابات اللي موجودة هناك وعاش لزمن طويل. وبعد 1000 سنة، وبالتحديد في مدينة نيبو النرويجية، بنشوف سالي وهي بتستأذن من جوز أمها آرثر إنها تروح تقابل صحابها، واللي بيوافق إنها تخرج وبيحاول يتقرب ليها عشان تحبه زي أبوها. وبنشوف سالي بعدها وهي رايحة تقابل صاحبها جوناس، واللي بيكون مع عدد كبير من صحابه، لكن بيبدأوا يتنمروا عليها لأنها غريبة عنهم، فبتقول لهم إنها ارتكبت جريمة قتل قبل كده ولازم يخافوا منها. فبيضحكوا عليها، وواحد منهم بيسألها بسخرية لو والدتها تعرف بالكلام ده. وهنا بنعرف إن والدة سالي شرطية، فبتسيبهم وتمشي. وبالليل بنشوفها وهي راجعة البيت، لكنها بتشوف جوناس وإيلين واقفين بيتكلموا مع بعض. بتتضايق شوية، لكنها بتتصدم لما بتسمع صوت صريخ، وبعدها بتتصدم أكتر لما بتلاقي إيلين واقعة على الأرض غرقانة في دمها. ولما بتوصل لها بتلاقي جوناس كمان واقع على الأرض وبترعش. الغريب إن سالي بتلاقي نفسها اتعورت وإن في وحش بيهاجمها، وكل ده من غير ما تفهم إيه اللي بيحصل بالظبط. ومرة واحدة وبعدها بتوصل والدة سالي، واللي بتكون مكلفة بالتحقيق في الحادثة دي، وبتعرف إن إيلين اللي اختفت دي تبقى بنت العمدة. وكمان بتعرف إن بنتها سالي كانت موجودة في الحادثة، فبتروح لها وبتسألها عن اللي حصل. فبتقول لها سالي إن الدم اللي كان عليها ده مش دمها، وإنها كانت في الغابة. وفي الغابة بنشوف أم سالي، واللي بنعرف إن اسمها ليف، بتلاقي مخلب ذئب مقطوع، وبتبدأ الشرطة تحقق مع باقي الناس اللي كانوا موجودين حوالين المكان. وبعدها بنشوف ليف وهي بتبحث عن نوع الذئب اللي لقيته، ولكنها بتلاحظ ان المخلب اللي لقيته مختلف عن باقي الذئاب. وبعدها بتتبلغ ليف انهم لقوا جثة إيلين، وبيطلبوا منها انها تروح المشرحة. وهناك الدكتورة بتشرح لها ان كل اللي حصل لجسم إيلين ده مستحيل يكون من مجرد ذئب عادي، وبتديها رقم شخص مختص بالحيوانات المفترسة. بعدها بنشوف سالي وهي بتروح مكان الحادثة، وبتسمع حد بيناديها، وبيتهيأ لها ان اللي بينادي عليها هي إيلين اللي ماتت. بعدها بنشوف شخص غريب بيدخل المشرحة وبيشوف جثة إيلين، وبنشوف نفس الشخص وهو في اسم الشرطة، وبيقول إنه عنده معلومات عن إيلين عايز يقولها. وبيسأل ليف إذا كانت الشرطة تعرف حاجة عن مصطلح اسمه ليكانثروب، وبيقول لها هو ده اللي انتوا بتدوروا عليه. فبتقول له وانت تعرف منين الحاجة اللي احنا بندور عليها أصلا؟ فبيصدمها وبيقول لها إنه كان بيدور عليها هو كمان طول حياته، والحاجة دي عبارة عن ذئب متوحش أو مستذئب. وبيقول لها إنه وحش متعطش للدماء ولازم توقفوه قبل ما ينشر العدوى، ولازم سلالته تنتهي. مش بتصدقه ليف وبتطلب منه إنه يمشي. فبيقول لها إنها لو حبت تقتل الذئب ده لازم هتلاقيه مستخبي في مغارة أو كهف، وبيديها رصاصة فضية وبيقول لها هي دي اللي ممكن تقتله. وفي الوقت ده بنلاقي سالي وهي بتبص على الجرح اللي اتجرحته وقت هجوم الذئب، والغريب ان الجرح ده مش عايز يروح ابدا. وبعدها بيظهر الدكتور البيطري المتخصص في شأن الحيوانات المفترسة، وبيطلب يقابل ليف، وبيبدأ يفحص جثة إيلين، وبيقول لهم ان اللي هاجمها حيوان واحد ضخم مش مجموعة. فبتوريه ليف المخلب اللي لقيته في الغابة، فبيستغرب جدا وبيقول لها ان المخلب ده كبير جدا على انه يكون مخلب لذئب عادي. وبتسأله ليف اذا كان متأكد ان الحيوان ده ذئب فعلا اصلا، فبيقول لها انه متأكد جدا انه ذئب. وبعدها بنشوف الشرطة وهي بتدور على الذئب عشان تصطاده. بس في الوقت ده بنشوف سالي وهي في المدرسة وبتسمع أصوات غريبة حواليها، وكمان بتشوف زملاتها في الفصل بيتحولوا لذئاب. وفي الناحية التانية بنشوف الشرطة وهم بيلاقوا جثة مقطوعة راسها في طريقهم للبحث عن الذئب. وبعدها بتقرر ليف انها تسيب 2 من الصيادين جنب الجثة، وبتروح هي الكهف كان موجود جنب المكان اللي لقوا فيه الجثة. وبتتصدم لما بتلاقي راس الشخص اللي لقوا جثته ده موجودة جوه الكهف. لكن الصدمة الأكبر لما بتسمع صوت الصيادين وهم بيصرخوا، ولما بتحاول تهرب من الكهف وبتضرب عليه نار، ولكنه مش بيتأثر أبدا. لكن وبسرعة بديهة قررت تضربه بالرصاصة اللي الراجل الغريب اداها. وبيتغير المشهد وبنشوفها في المستشفى، وبنعرف إنها قتلت الذئب. وبتروح ليف بعدها للدكتور اللي بنعرف إن اسمه ويليام، واللي كان في الوقت ده بيشرح جثة الذئب، وبيسألها ليه قتلت الذئب برصاصة من الفضة. قالت له انت ليه واثق ان الرصاصة دي بالتحديد هي اللي قتلته؟ قال لها انت ضربتيه ب8 رصاصات متوزعين في القلب والرئة وباقي الأعضاء، ومع ذلك الذئب ما تأثرش بيهم. لكن لما ضربتيه بالرصاصة الفضية دي
مات فورا. بعدها بيقول لها ان المخلوق ده ممكن يكون مستذئب، وبالرغم ان الكائنات دي خياليه لكن ده اقرب للواقع حاليا. فبتروح ليف هي وويليام للراجل الغريب اللي اداها الرصاصه دي واللي بنعرف ان اسمه لارس، فبتقوله انها عايزه تعرف معلومات عن المستذئبين. فبيقول لها المستذئب اللي ضربتيه بالنار كان كبير في السن وكان بقاله فتره كبيره، وبيوريهم كتاب وبيقول لهم لما تسمع كلمه مستذئب بتفكر انه نص ذئب ونص انسان، لكن في الحقيقه دي لعنه جايه من عصر الفايكنجز. فبتساله ليف باستغراب وبتقول له والانسان لما بيصاب باللعنه دي ايه الاعراض اللي بتظهر عليه؟ فبيرد عليها وبيقول لها ان حواسه بتقوى وشكله بيبقى شاحب وبيبتدي يبقى شبه الحيوان، وعشان نتخلص من السلاله دي كلها لازم نقتل اخر واحد منهم. وبعدها بنشوف سالي مع جوناس، ولما بتيجي مكالمه جوناس من والده بيسيبها وبيروح يرد عليه، بس في الوقت ده القمر بيظهر قدام سالي وبتبدا تتحول لذئب، ولما بيرجع جوناس بيلاقيها اتحولت بشكل كامل. وبيوصل الخبر لليف ان جوناس اتقتل، وبتروح هي والدكاتره يفحصوا الجثه في المكان اللي موجوده فيه. فبيقول لها الدكتور ويليام انه مش نفس الذئب اللي قتل إيلين، ده ذئب تاني واصغر. وبتكون سالي بتراقبهم من بعيد وبتعرف انها هي اللي قتلت حبيبها جوناس، وبنشوف انها بدات تظهر عليها ملامح الذئب حتى وهي في وعيها الكامل. في الوقت ده بنشوف لارس وهو بيدخل المستشفى لواحد من الضباط اللي الذئب كان هيقتلهم، ولما بيشوف الجروح على رقبته بيقرر انه يقتله قبل ما يتحول لمستذئب. وفي الوقت ده بنشوف سالي وهي بتركب الأتوبيس وبتحاول تهرب من المدينة كلها، لكنها بتشوف القمر مرة تانية، والمرة دي بنشوف عملية التحول لذئب بشكل أكبر وبتبدأ تقتل في الركاب. بعدها بتعرف ليف بالحادثة وبتوصل النفق اللي وقف عنده الأتوبيس بسرعة، ولما بتطلع الأتوبيس بتلاقي قلادة بنتها سالي. وفي اللحظة دي بيوصل لها الدكتور ويليام ويقول لها إن عينة الحمض النووي أكدت إن الذئب الجديد اللي بيدوروا عليه فيه جزء منها لبشري. فبترد عليه ليفي وبتقول له ان المستذئب ده هي بنتها سالي. وفي الوقت ده بنشوف سالي وهي لسه متحوله للذئب ده وبتحاول تدخل على اختها الصغيره، وكانت هتبدا تهاجمها الا انها وقفت وفضلت تبص لها لحد ما جه ارثر وضربها وهرب هو واخت سالي. لكن ارثر كان بينزف وما قدرش يسوق لحد ما عمل حادثه بالعربيه. وفي اللحظه دي بيظهر الذئب وبيفترس واحد من اللي كانوا بيتنمروا على سالي قبل كده، والناس كلها بتهرب. لكن بتروح لها جيني اختها وبتحاول تقول لها انها هتفضل معاها، وللمره التانيه سالي مش بتهاجمها، لحد ما وصلت ليف والدكتور ويليام وقدر ويليام انه يضربها بحقنه مهدئه بدل ما يضربوها بالرصاص الفضي وتموت. وبعد كده بيدخلوا محل وبيستخبوا منها، وبتحاول تكسر عليهم الباب والحقنه المهدئه ما بتاثرش فيها. لكن الصدمه اننا بنشوف لارس وهو داخل مع عربيه ضخمه وبيجري ناحيه سالي، فبتبعد عنهم وهم كمان بيبعدوا عن الباب عشان ما يموتوش. ولما بيدخل لارس بالعربيه بيبقى غرقان في دمه وبيزحف على الارض. وفي اللحظة دي بتوصل سالي مرة تانية وبتاكله، وبينتهي حلم لارس بإنه يقضي على السلالة دي. وبعدها بنشوف سالي وهي بتعض ايد ليف وكانت على وشك انها تقتلها، لكن بتظهر اختها وبتحقنها بالمهدئ عشان تقع على الارض، وبكده يكونوا قدروا يقبضوا عليها من غير ما يموتوها. وفي المعمل قررت ليف انها تقتل بنتها اللي اتأكدت تماما انها مستحيل ترجع لطبيعتها. مسكت الرصاصة الفضية وعمرتها في المسدس وحطتها على دماغها، وبرغم صعوبة الموقف إلا إنها كانت مصممة على قتلها. وبيتغير المشهد بعد كده وبنشوف ليف وهي راجعة بيتها وكانت ملامح الحزن على وشها، وبتدخل الأوضة لكن الصدمة إننا بنشوفها بتحط الرصاصة الفضية جنبها. فهل ده معناه إنها ما قتلتش سالي؟ وبينتهي الفيلم لحد كده. وسؤال حلقة النهاردة، لو ليف فعلا ما قتلتش بنتها إزاي قدرت تتصرف معاها؟ يا ريت تجاوبونا في الكومنتات، ولو عندك معلومة أكتر عن الفيلم يا ريت تشاركنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لأن ده فعلا بيساعد. شكرا.